دول زرعتك اللي هتتحاسب عليهم يوم القيامة. فاكتشف شنطة بنتك، عشان أنا لما باجي أشوف ده في أحد الدروس أو في أحد الأماكن، تلاقي البنت بيبقى معاها حاجات بتغير هيئتها غير اللي كانت في الدرس أو خرجتها من البيت. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. رب ابنك صح ورب بنتك صح، لأن دول زرعتك. أول ما تسأل يوم القيامة بعد الصلاة والشهادة وهكذا عن تربيتك لأبنائك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنا بكلمك دلوقتي كلمتين من قلبي، لأن أنا بتعب جدا. أنا فعلا بجد فراغات كبيرة عند الشباب وعند البنات، وفجوة ما بين الأب وابنه والأم وابنتها. صاحب ابنك واعرف جواه ايه، صاحب بنتك واعرفي جواها ايه، صاحب بنتك واعرفي صاحبتها مين، بتروح الدروس فين، بتيجي امتى، فعلا بتروح ولا ما بتروحش، هي بعد الدرس في وقت بين الدرس ده والدرس ده بتقضيه فين، بتتكلم في ايه، شوف تليفون ابنك بيتابع ايه، بيشوف ايه. لاني والله انا بشوف مهازل، وبعد ما بحكي مع الشباب او بتجيلي شكاوى من الشباب بقعد واتعجب الاب والام كانوا فين. من فترة مش بعيدة، من حوالي شهر، بنت كلمتني من احد المحافظات الاخرى وطلبت انها تكلمني، فبقول لها ايه الموضوع. طلع ان الموضوع ان هي فعلت معاصي كثيرة مع خطيبها. فبقول لها ابوك وامك كانوا فين؟ قالت كانوا بيخرجوا وانا بكون متفقة مع خطيبي. البنت دي لو متفقة مع خطيبها ابوها وامها فين؟ حتى لو مش بعلمهم، هي لو متأسسة صح عمرها ما تعمل كده. ومن كام يوم لقيت اغنية مع احد الشباب عنده حوالي 15 او 16 سنة، فسمعت التليفون شغال، يعني ما لفتش نظري الموسيقى والاغنية قد الكلام اللي موجود فيها. فلقيت الكلام شرك بالله، فبقول له يا ابني نص الكلام ده شرك بالله وكفر. قال لي لا ازاي، ده هو ده الكلام الصح. ام منتقبة انا عارفه، يعني انت ممكن تكون ملتحي وممكن تكوني منتقبة او محجبة، او ممكن تكوني انت راجل ملتزم حتى لو مش ملتحي وبتصلي، لكن في غفلة عن ابنك وبنتك وهم بيعملوا المحرمات وانت مشغول عنهم. فخلي بالك، لان اولادك دول زرعتك اللي هتتحاسب عليهم يوم القيامة. فاكتشف شنطة بنتك، عشان انا لما باجي اشوف ده في احد الدروس او في احد الاماكن، تلاقي البنت بيبقى معاها حاجات بتغير هيئتها غير اللي كانت في الدرس او خرجتها من البيت. انت متخيلة؟ يعني هي بتخرج قدامك بشكل، لكن هي بره بشكل تاني. حافظ على ابنك، البنطلون المقطع والحلقة الدايرة والمناظر اللي لا تمت إلى الإسلام بصلة. احنا أصبحنا دلوقتي الولد اللي مسقط البنطلون أو لابس حظاظة أو حالق شعره داير أو عامل القزع، تيجي تقول لي يقول لك ما كله عامل كده. ويا للأسف وأكثر ما أعاني منه في عملي ده، أجي أنصح الولد أو البنت بنصيحة ألاقي الأم والأب بيعملوها. فخلي بالك، عقابك يوم القيامة مضاعف. وأقول لك في النهاية مرة أخرى: أولادك زرعتك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.